السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان نبقى بنتيب. عاملين فراخ مشوية كده، واحدة صحيحة كده، الواحدة بوحدتها. أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده، بس كنا عاملينها لينا. فالمرة دي أخت جوزي دقيتها، المرة اللي فاتت جات لنا كده زيارة وبتاع، فدقيتها فعجبتها قوي. قالت لي لازم تعملي لي، قلت لها بس احنا عنينا. بس طبعا أنا مزودة حاجة في المرة دي. هقولك هنزود ايه يعني، وممكن ما نزودهاش أصلا. دول فرختين غسلينهم حلوين نضاف. إيه يعني حماتي مخليهم قشطة بصراحة، يلا الله يديها الصحة يا رب ويبارك فيها. بتجيب الفراخ، أنا يعني هي بتحب تغسلها، انا مش بحب اغسلها، بس هي دي الفكره يعني. معايا بصلتين كده كبار او 4 بصلات كده، يعني ايه لو صغيرين يبقى 4 بصلات، لو كبار يبقى بصلتين كبار كبار حلوين. معايا طماطم مبشوره برضو لكل فرخه، بصلايه كبيره و... وطماطمايه كبيره لكل فرخه. ومعجون طماطم برضو معلقه ايه لكل فرخه، لو فرختين يبقوا معلقتين معجون طماطم. انا هقسم البصلايه ديت، البصل ده على جزئين. هاخد جزء كده على جنب، والجزء التاني هاخده برضو ايه مع الطماطم ومعجون الطماطم. حلو الكلام. انا معايا فلفل اسود، معايا 7 بهارات، معايا حبه كمون، معايا حبه ملح، دبس صويا صوص. الصويا صوص هو ده اللي انا ضفته المره دي، بس هو مش اساسي. عندك ضيفي، مش عندك ما تحطهوش، ملهوش لازمه. انا المره اللي فاتت لما عملتها ما كانش ليه اي لازمه. انا هنا حطيت البصل، فلفل اسود وملح بس. مع البصلايه دي بصل فلفل اسود وملح. هامسك الفرخة طبعًا، هادخّل البصل ده بقى في قلب الجلد وجوّه وفوق وتحت، وبُصّي امسكيها كده اعملي لها مساج. وأنا عايزة أقول لِك حاجة، الفراخ لمّا تكوني لسه جايباها، حاولي ما تعمليهاش على طول، يعني إيه بعد ما تتدبح كده وتمسكيها تغسليها وبتاع، حاولي تريحيها شوية، يعني ما تطبخيهاش على طول، بتبقى لسه سخنة. ممكن تكون زفرة، فخلّيها تهدى شوية، خلّيها مثلًا بتاع ساعة وبعد كده ابتدي اعملي فيها اللي أنتِ عايزاه. حلو الكلام طبعًا إن هي مسكتهم عملت لهم كده مساج بصل بفلفل أسود وملح، وتسيبيهم شوية. سيبيهم كده قد ساعة ساعتين مع نفسهم كده. نيجي بقى هنبهّر الخلطة التانية. حطيت حبة كمون، حطيت فلفل أسود، مش عايزة تحطي كمون براحتك. حطيت بهارات فراخ كانت عندي، حطيت 7 بهارات. هاحط الصويا صوص، معلقة برضه لكل فرخة. بس ما عنديش يبقى ما احطش عادي، ما لوش أي لازمة والله، يعني اللي هو إيه، هو بس بيخلّي لون الفرخة كده برضه بيغمق شوية. وهنا حطيت بهارات فراخ، عندِك بهارات فراخ حطي بهارات فراخ، ما عندكيش يبقى هي واحدة ماجي. أو البهارات اللي عندِك، بس حاولي ما تكتّريش البهارات، خلّي بهاراتنا كده على قدّنا حلوة، ما تكتّريش بحيث إن أنتِ برضه تحسّي بطعم الفرخة وتبقى الفرخة معاكِ حلوة. امسكي المكونات دي كلّها ادعكيها مع بعض كده، وتعالي برضه حطّيها بقى في قلب الصينية اللي أنتِ هتدخّليها، صينية بايركس، صاج، أيًا كان أنتِ عايزة تعمليها في إيه، براحتك. امسكي الخلطة دي برضه وأنتِ قبل ما تدعكي اقسميها. يعني أنا عندي فرختين يبقى اقسمي على الفرختين قبل ما ادعك. عندي 3 فرخات، قسّمي على ال3 فرخات وبعد كده ابقي احشي وادعكي، فاهمة قصدي؟ يبقى كل واحدة برضه واخدة إيه، زي ما هي دي واخدة، دي واخدة، بعدل ربنا. وبرضه تمسكيها كده تدخّلي التتبيلة دي جوّه الجلد، يعني أنا التتبيلة دي دخّلتها ما بين الجلد واللحم، ومن قدّام ومن ورا ومن جوّه وبُصّي يعني خلّيتها كده كتير، كتير وحلوة. حطيها في قلب الصينية، طبعًا هنجيب ورق فويل وغطّيها حلو. أنا مش هاحط لها مَيّة، مش هاحط مَيّة، مش هاحط زيت، مش هاحط أي حاجة، بس هي على كده. وأهم حاجة بس تغطّيها، لإن هي هتنزّل مَيّتها وهي اللي هتسوي نفسها بنفسها. هنا كانت في الفرن كنت شِلت بقى الغطا يبقى عدّي ساعة وربع بالضبط. هي خدت ساعة وربع بالضبط، دي فرخة كيلو ونُص. ساعة وربع بالضبط رُحت شايلة الورق الفويل. هنا طبعًا اتحمّرت من على الوش، بس أنا طبعًا عايزة أحمّر اللي تحت، أنا عايزة برضه اللي تحت برضه يحمَر وياخد لون حلو، عشان ما يبقاش من تحت عامل زي المسلوق ومن فوق إيه متحمّر، لأ. رُحت جايبة الشبكة، أي شبكة كده صغنّنة بتاعة الميكروويف أو أيًا كان حاجة عندِك بتخش الفرن حطّيها. جِبت الشبكة ديّة وبقيت أشيل. دخّلي المعلقة كده في قلب الفرخة من جوّه وارفعيها لفوق واقلبيها على ضهرها، أنا هنا كانت قلبتها هنا على ضهرها، عشان يبقى من تحت زي فوق وفوق زي تحت وكلّها واخدة اللون حلو. هنا كنت دخّلتها الفرن خدت اللون الحلو ده برضه، وكانت نشفت كده وكانت تحفة. جرّبيها بجد، بجد حلوة عظمة. ربنا يسعد قلوبكم ويراضي قلوبكم ويفرّحكم جميعًا بأولادكم ويسعدكم كلّكم آمين يا رب العالمين. وربنا يرزق كل واحد بما يشتاق. ألف شكر، شكرًا.